1 2 3 Viva l'Algérie. Yes. الدراري لبست العلام اللي جابوه الرجال، والرجال بكاو بدموع الدراري. حن يا العزوز ولا تبكي يا صغيرة، أحياء الجزائر مع الدول اللي ما يحبناش. مساحة الواقع الجمعية خلقي جني نور. السلام عليكم الصحة فامي. لمن تكتب لمن تكتب لمن تكتب الحق عليهم الهمهامين الروالين الخلافين. لمن تكتب لمن تكتب لمن تكتب القلائين الوكالين الطرطارين البلعاطين. الفضاء الجديد اللي فتحوا المسرح الوطني الجزائري مؤخرا سمي رواق علي سلالي المدعو علالو. يعطيكم الصحة انكم زرتونا هنا في المسرح الوطني الجزائري. أنا عشت عالم، يعني كي تشوف المسيرة تاعي متناقضة جدا. تخيل بلي واحد، يعني مثلا واحد انه يكون في عالم كرة القدم وفي عالم في الرياضة وكذا وكذا، ومن بعد الثانوية كان يدير مسرح كنشاط فقط، ومن بعدها بعد البكالوريا يروح يشتغل يدرس في مجال الاشغال العمومية. هذه كلمة اشغال عمومية دوك نعطيك الفائدة نتاعها في المجال الفني. ومن بعدها وين انه على بالك احنا مشكل في الجزائر، خاصه كنا شباب في اواخر الثمانينات، وين كي واحد يخلص الجامعه انه يطيح في مشكل عمل وكذا، وين انه الواحد كان يمشي يزور في الصيف هذه ندور وين انني نطيح في نقرا اعلان دخول المعهد العالي للفنون المسرحيه يعني تحت رجلي.
قلت انا بما انني اللي جالس وذاك نروح ندير الكونكور تاع المعهد هذا وندخل للمعهد هذا. فت الكونكور ودخلت للمعهد هذا. لا يعني انني كنت من بعد قبل كنت يعني في المدرسه الهويه، يعني المدرسه الهويه نعتبرها مدرسه للولوج الى علم الاحتراف، يعني كنشاط كهوايه فقط. وين كي رحت انا المعهد درست 4 سنين، ومن بعدها مباشره قبل ما نتخرج دخلت المسرح الوطني الجزائري، وين اول مسرحيه اللي درتها هي مسرحيه الجثه المطوقه. والحاجه المميزه في المسيره نتاعي اني دخلت المعهد بعد الترميم، يعني بعد انتهى من المعهد بعد الترميم، وين كان دخل المعهد العالي تابع الجامعه، ودخلت المسرح الوطني الجزائري بعد الترميم. يعني كان المسرح كان في يعني خدمه بزاف. وفي 2000 يعني 15 في جانفي 2000 افتتح المسرح الوطني باول مسرحيه، المسرحيه بعد الترميم هي مسرحيه الجثه المطوقه لكاتب ياسين. يعني هذا. وباش نرجع للاشغال العموميه ونرجع حتى لكره القدم، كي تشوف انا درت المفارقه بيناتهم انه الاشغال العموميه المجال تاعها هو مبني على الخيال والذكاء والذاكره، ونفس الشيء كنشوفه في العالم الفني. يعني كنشوف ان الفنان المبدع بدون خيال وبدون ذكاء وبدون ذاكره مثل الارض البور الغير الصالحه للزراعه. يعني لازم تكون عندك هذا الخلايا، هذا الذكاء اللي راهم في العقل هذا. وين ايضا كنشوفوا هذه المفارقه، مثلا كنشوفوا لعبه كره القدم، وهي لعبه قبل ما تكون لعبه، هي لعبه. والمسرح ايضا هو لعبه للجمهور اللي فيه الترفيه، فيه الفرجه وكذا. كنشوفوا مثلا في كره القدم كاين هناك تدريبات للفريق، وفي المسرح كاين هناك تدريبات للفريق العامل. في كرة القدم كاين مدرب، في الإخراج في المسرح كاين مخرج، كاين طاقم. في نفس الشيء في كرة القدم كاين لي اجوير سون بالون، اللي يلعب بلا كرة. في التمثيل كاين يلعب دون نص. يعني هذا ضيف الى هذا، يعني كل شيء يترابط، كل واحد يهدف الى هدف واحد، هدف اسمه هو الفرجة والمتعة. شوف والله نكون معك صريح، عبالك باللي كي تكون في المدرسة الهاوية كانت تكون عندك حب كبير للمسرح، وحب المطالعة، حب يعني التعرف، خاصة أنك تعرف يعني عن بعيد على عمالقة المسرح الجزائري. كنت تعرف الا بالاسامي عبد القادر علول الله يرحمه، بن قطاف، عز الدين مجوبي. يعني كنا نسمعوا كثير المسرح الاذاعي. احنا بالك المسرح الاذاعي مسموع كثير في الولايات الداخليه في الجزائر. يعني كاين واحد الرغبه ولكن عندما تمتهن المجال المسرحي تصيب الصعوبات، تصيب انه تكون يعني معظم الاحيان انك تخرج من عالم الحب الى تولي ان ارتيزون، تولي حرفي، وتولي تنقص لك الرغبه هذيك لانه كي تشوف روحك انك تعيش في عالم عبثي مليء بالتناقضات. يعني تشوف روحك انه كنت في وقت ما انك تروح تتدرب تتدرب على مسرحيات في دور الشباب او دور الثقافه، يعني في الساعه 5 مساء حتى 8، وتلقى روحك هذيك الرغبه انك مع مجموعه نشيطه تحب تروح تشري الكوستيم، تشري الديكور، هذيك المتعه، هذيك انك تجري باش تطلع مسرحيه من المسرحيات، ومن بعدها تصيب انه مثلا تدخل في عالم فيه مشروع، في كل حاجه. يعني تولي كاين واحد الضوابط هكذا اللي تخليك انك محصور. لازم واحد كي يكون عنده حرفه احتراف، كاين فرق، لازم يكون عنده الباجاج، لا ميثود الى ديسيبلين. هذوما ثلاث يعني اشياء، يعني المستوى المهني، الفكري، كذا طريقه العمل، وزيد الاخلاق والانضباط، ومن بعدها باش تجي فيش دو باي. يعني هذا لا يعني انه كل ممثل
الذي يشتغل في مسرح معين هو محترف، كما قادر أنه يكون ممثل في تعاونية ما أو في جمعية يكون عنده هذو الأشياء هذه، ولكن تنقصه غير فيش دو باي. شوف، هي ماهوش مشكل في التوظيف، مشكلة كيفية تسيير المؤسسة المسرحية بحد ذاتها. أنا مثلا كنت مؤخرا في سان بيترسبورغ، ولقيت أنه مازال المسرح في سان بيترسبورغ مازال أنه يشتغل مع ممثلين موظفين داخل المؤسسة المسرحية. هو أنا ربما نظن أنه الممثل من حقه أن يكون له يدخل في القانون العامل، انه يكون عنده وظيفه، يكون عنده نيميرو سيكوريتي سوسيال، ولكن لازم يكون عنده قوانين انه لازم انه يشتغل في المسرح، ما تكونش هناك اشياء اخرى، يعني مثلا هروب على التوزيع او كذا. انا ماذا بيا كل الممثلين يكونوا موظفين، ولكن لازم الممثل يدير في باله باللي عنده حقوق وواجبات. علاش حنايا غير مره نقول يعني كاين يعني الا يعني الممثل ما تكونش عنده نصيب في التوظيف، ولا ما يكونش عنده نيميرو سيكوريتي سوسيال، ولا يعني هذو الاشياء هذو لازم تكون، هذو هما ضمانات اللي يكون عندنا. تبقى الاشياء الاخرى والمتسببات الاخرى هذه تبقى، يعني كل ممثل عنده المبادئ نتاعو، عنده الاخلاق نتاعو، عنده الضمير المهني، هذه اشياء اخرى. ولكن ما نقدروش اننا يعني المشكل تاع فنان معين، يعني اخلاق تاع فنان معين، اننا يكون نتاج للممثلين الاخرين اللي عندهم اخلاق وحابين انهم يمثلوا. احنا حقيقه انه كي تشوف مثلا في المسرحيات الكبرى التي كانت في المسرح الوطني او في المسارح الجهويه التي تركت بصمتها في الحركه المسرحيه، معظمهم يعني كانوا ممثلين يعني موظفين هنايا. كيف الاذاعه ايضا كان هناك ممثلين موظفين، ثم تبقى ربما يعني التغير الاقتصادي والاجتماعي الحالي هذا يفرض عليك نمط تنظيم تسيير معين خاص. هذه تبقى يعني لازم لنا نلقاو لها حل، ولا نلقاو لها يعني صيغه كيفاش يكون التعامل في المجال الفني. نشوفوا باللي انه المسرح الجزائري مر بثلاث مراحل. نشوفوا المرحله الاولى انه مرحله الفرقه الفنيه لجبهه التحرير الوطني، التي كانت هذه الفرقه كانت هدفها الاسمى هو انه اظهار بشاعه المستعمر من خلال العروض المسرحيه التي كانت تقدم، امثال مسرحيه ابناء القصبات، دم الاحرار، الخالدون للكاتب الثوره عبد الحليم رايس، وكذا كنشوفوا احنا مثلا مصطفى كاتب الذي كان يخرج هذه المسرحيات، وعده ممثلين وعده فنانين، لانه كانوا فنانين يعني كانوا موسيقيين، كانوا مغنيين، يعني كانت كامل يعني خدمتهم هو الجزائر وإظهار صوت الجزائر في البلدان العالم. بعدها جاءت مرحلة الاستقلال. مرحلة الاستقلال وين كاين أول حاجة هو التفكير، كما تحدثت أنه كانت أول مؤسسة تأمت في المسرح الوطني هي المسرح الوطني في 8 جانفي 1963، ومن بعدها
فتح المعهد العالي، وهنا كي نشوفوا هنا باللي التفكير تاع مصطفى كاتب مصطفى وبوديا انهم فكروا كثير في التكوين الفني، وين انهم فتحوا المعهد برج الكيفان، المعهد العالي برج الكيفان، وين كان هو المكان مكان لتلاقي، مكان لجمع كل وحدات الفن المسرحي، الموسيقى، الرقص، التمثيل، يعني كل حاجة. وكان هذا المعهد كان هو جسر تواصل بينه وبين المسرح الوطني، وين شفنا أنه عدة مسرحيات من الريبرتوار العالمي، من موليير، من شكسبير. طيب. يعني كي نشوفوا احنا هكذا، يعني كاين حركة مسرحية جزائرية كبيرة. وبعدها كاين هناك هذا الجيل الاستقلال، هذا الجيل الذي أنا ربما ربما هذا الجيل هذا ما خذاش نصيبه إلا في الترويج فقط. يعني كاين هناك اعمال كبيره لمسرحيين مخرجين كبار، لسينوغرافيين كبار، يعني ما لقاتش صدى في الساحه الجزائريه. كنقولوا الساحه الجزائريه باش نخرجوا من نطاق الجمهور المختص، يعني الحركه المسرحيه، ولكن الجمهور العريض كنشوفوا ما كانش هناك. يعني كي نتحدثوا مع الناس من برا مازالوا يتفكروا في بابور غرق، يتفكروا في الشهداء، يتفكروا في يعني مسرحيات. هذيك خالد تقول لك واحد النهار كنت نجي للمسرح وشفت هذه وهذه، ولكن ما يتحدثلكش على المسرحيات الجديده لشباب جدد، لمسرحيات اللي نالت جوائز في الخارج. لذا انا نشوف باللي كاين هناك نهضه في رؤى تصاميم مسرحيه وعروض مسرحيه جديده بنظره شبابيه، سواء كان في السينوغرافيا او في الاخراج او حتى في المناهج. درك تغيرت الاحوال. يعني كي تشوف مثلا انه معظم المكاتب ولات اصبحت يعني ثقافه البطن تطغى على ثقافه العقل. يعني هنايا هذا الاشكال هذا خليك انه لازم تلقى حل اخر، كيفيه انك الجمهور هذا ترجعه للمسرح. هنا تكمل انه لازم اعاده النظر مثلا في البرامج المسرحيه داخل البرامج في المدرسه، وين يلزم علينا ان يكون هناك مسرحه المناهج التربويه، او يكون المسرح يدخل للمدرسه ويدخل للثانويه او حتى الجامعه. ونشوفوا احنا هذا العوامل هذه الاخيره هذو وين كاين يعني بكالوريا الفنيه التي كان عليها يعني رئيس الجمهوريه، وين انه كاين بكالوريا فنيه وين ضمن اول ثانويه فنيه في الجزائر. وهذا انه يبشر بالخير، انه لازم هناك اعاده نظر كيفيه تكوين الجمهور، لانه كاين فرق بين غاشي وجمهور. لازم حنايا نصنعوا جمهور، اولا نصنعوا جمهور، وزيد اضافه الى هذا لازم حنايا تكون عندنا مشروع مجتمع هذا اللي يعطينا سياسه ثقافيه قائمه بذاتها. وهذه ما تقدرش تكون على عاتق الا وزاره الثقافه والفنون، ولكن تكون على عاتق كل الوزارات. لازم كل وزاره تخدم الوزاره الاخرى، لازم يكون تضافر بين وزاره السياحه، وزاره التعليم العالي، وزاره التربيه، وزاره الثقافه. يعني هذا كل لازم يكون عندهم هدف واحد، هدف اسمه هو كيفيه زرع الذوق الفني عند الجمهور، وكذا اكتشاف المواهب الشابه.
ثقافة الترويج لازم تكون موجودة، سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون أو في يعني أو في المواقع الافتراضية، وإحنا نعيشوا ذوق العالم الافتراضي وكذا. يعني هذو الأشياء كامل يخدموا بإيصال المعلومة وإيصال برنامج معين في كل القاعات المسارح. وين أنه كل مؤسسة مسرحية يجب تكون عندها مصلحة للماركتينج، للترويج، مصلحة للإعلام الآلي، يعني لازم احنا نكونوا دايرين باختصاصات أخرين نوصلوا أننا يكون المسرح كأداة في العملية الاقتصادية. ضيف إلى هذا كاين هناك المؤسسات المسرحية، وهنا راني نتحدث كمسير، يعني ذوك راني دخلت في قبعة مسير، وين أننا دخلنا في عملية الرقمنة، يعني رقمنة المصالح، رقمنة كيفية إيجاد حلول كيفاش إيصال المعلومة هذه للمتلقي. ضيف إلى هذا عملية أننا المؤسسات الاقتصادية الكبرى لازم احنا لازم ندخل المؤسسات الاقتصاديه ونعرفوها كيفيه ان هذا المنتوج المسرحي يقدر انه يكون ماده للربح، وهذا ماهوش بالسهل. لازم نمشيو بطريقين. الطريق الاول اننا لازم علينا نحققوا الهدف الاقتصادي، وما نساوش حاجه، وهذه لازم نسطروا عليها، ما نساوش الهدف الفني. حنايا مؤخرا اننا نقوم بزيارات المدارس، تقوم بزيارات بيداغوجيه للمسرح الوطني، هذه للتعرف على الملحقات المسرح الوطني وش فيه كذا. كاين حاجه ثانيه الجامعه كي تكون عندك علاقه بينك وبين الجامعه، وين انه الطالب يجي هنايا ويشوف العمل المسرحي هنا، ماهوش في الاقامه الجامعيه، يشوف الاضاءه كذا وكذا. كاين حاجه كي ندخلوا احنا المسرح يكون عنده بيع بالتذاكر عن بعد، وهذا الاستثمار البيمو الكترونيك، يعني هذا ثاني اللي دخل يعني في العمليه في المؤسسه المسرحيه في المسرح الوطني، وين انه الجمهور يقدر يقتني التذكره تاعو هو في البيت تاعو. ضيف الى هذا احنا كيكون عندك انك تصل انك يكون عندك لو طاباج ميدياتيك في الفيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام، يعني هذه وسائل التواصل الافتراضيه تكون عايش معهم، لانه العالم كامل راهو عاد في بورتابل. يعني ربما انا نشوف باللي حتى القنوات التلفزيونيه يجي نهار وين انها تكون تغلق، يعني تكون الناس ما عندهاش وقت انها تشوف التلفزيون، تولي عايشه الا في البورتابل. لذا احنا هذه العمليه التسيير هذه انا نظن راح نشوفوا النتيجه تاعها بعد 2 أو 3 سنوات. والحمد لله هذا العام عندنا قانون الفنان، يعني هذا القانون هذا مكسب للفنانين اللي كنا ننتظروه سنوات، رغم انه كاين قانون وكذا، ولكن كاين بعض الفنانين اللي ربما شافوا باللي كاين هناك نقائص، ولكن انا نشوف باللي مهما تكون هو مكسب للفنانين ومكسب للحركه الفنيه في الجزائر. جمال قرمي، أنت فنان مبدع وممثل موهوب جدا، تعجب وتبهر وتؤثر
وهذا كله احنا خايفين يمشي عليك لما تتولى مسؤولية كمسؤوليتك. شوف انا شوف هذه المسؤوليه مسؤوليه التسيير. كي تشوف هنا المسرح الوطني، بديت المسرح الوطني وانا كممثل وخرجت من المعهد، وبعدها قلت ربما نحاول انني اكون مخرج. بديت نستعمل انني نشتغل في اخراجات، وبعدها دخلت العالم الاداره. وهذا لا يعني انه راني بعيد، يعني ربما المشاريع نقصت، ولكن بزيد ساعة ونقوم بورشات تكوينية. في 2014 و 2018 وين اشتغلت مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وين المسرح الوطني خلقنا في المسرح الوطني فرقة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، واشتغلت معهم مسرحيتين. المسرحية الأولى في 2014 معاق ولكن، وفي 2018 محاكمة، وين هذا الممثلين هذو اصبحوا جمهور، اصبحوا يعني يشاركوا في الحركه المسرحيه، في الورشات المسرحيه، وهذا مكسب اخر. ضيف الى هذا كاين يعني ورشات، ساعات ندير ورشات تكوينيه، ساعات نكون عندي مسرحيات نقوم بها. يعني انا مثلا انا كاين هناك مشاريع تقدمت لي، ولكن انا كي تقدم لي في المسارح يكون عندي نشرط بزاف. واش اولا لازم انا المسرحيه اللي نقدمها لازم انني نكون حامل المشروع. ما يقدرش نكون انا مثلا يقتل واحد يقول لي هذا نص وتطلعوه. هذه ضيف الى هذا لو كان ما يكونوش يعني يعني الجانب الفني، يعني كل الوحدات ولا الستاف تاعي كامل يكون يرافق المشروع تاعي نشتغل. اردت ان تعرف ثقافه بلد فزر مسارحها. احنا كي نشوفوا مثلا باش احنا نشدوا في ثقافتنا وفي هويتنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا هذه وندخلوها في المشاريع المسرحيه تاعنا، وباه يتعرف عليها الجاليه في الخارج، سواء لانه احنا كي نشوفوا هادو الصغار هادو اللي راهم يكبروا دركا راهم لازم يعرفوا ثقافه بلدهم، ثقافه هويتهم. احنا كمسرح يعني هو الوسيله الوحيده اللي تقدر انها تزرع هذه الثقافه وهذه الهويه من خلال العروض المسرحيه. هنا هذه تبقى، انا نظن انه تبقى مسؤوليه الجميع. يعني الفنان ماهوش وحده اللي يقدر انه يقوم به، لازم لها تضافر الجهود، تضافر يكون هناك ارضيه عمل، نظره من طرف وزاره الثقافه والفنون، نظره من طرف وزاره الخارجيه، وين انها تبني جسر تواصل بيننا وبين يعني بين السفراء الجزائريين. وهذا ما تحدث فيه كثير رئيس الجمهورية في الاجتماعات الأخيرة مع السفراء، وين قال لهم لازم أنكم الجانب الثقافي لازم تعطيوا له اهتمام في مابقاش إلا الدبلوماسية فقط، ولكن لازم تزرعوا الثقافة الجزائرية سواء في أوروبا أو أمريكا اللاتينية، أو كيفية إيصال الإبداع الجزائري لأوروبا. لأنه حنايا مشكلتنا انه ثقافتنا وتراثنا وكذا راهو يتسرق. حنايا كمسرح وطني جزائري اراد انه ينشا مركز وطني للارشيف المسرحي. هذه وين كانت اول حاجه انه قمنا يعني في الاورغانيغرام تاع المسرح الوطني من 2016 ان خلقنا مصلحه خاصه للارشيف المسرحي، ودركا راح تكبر هذه المصلحه وين تكون هناك مركز وطني للارشيف المسرحي اللي راح يكون فيها يعني كل الاشياء التي يعني كل المسرحيات، النصوص، السينوغرافيات، الكوستيم، كل ما دار في الحركه المسرحيه الجزائريه راح يكون في هذا المركز. اضافه الى هذا عندنا مسرحيات خالده من الريبرتوار المسرح الجزائري، وين احنا لازم علينا اننا بهذا بما انه كاين هناك اقسام الفنون
في الجامعة، كاين كثر في قسم الفنون، وين أنه لازم علينا أننا نقوم بإعادة مسرحيات أو إنتاج مسرحيات أخرى يعني لعمالقة المسرح الجزائري كريبرتوارات. يعني كل عام يكون هناك يعني مسرحية تكون عندها يعني تيبيك، يعني مسرحية تكون يعني فيها الطابع التاريخي والطابع التراثي، يعني تشمل يعني كل الأشياء اللي تميز الثقافة الجزائرية من خلال هذا المسرح. برك كاينة حاجة اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار، باللي الفنان الحقيقي هو اللي يكون حامل لقضية ويؤمن بلي هذا الفن، يؤمن بأنه لازم يكون صادق مع نفسه، يكون مؤمن بالشيء اللي راهو يقدم فيه، لأنه الفن للأصدق وليس للأسبق. اليوم اللي قلت لك المشكل ما راهوش في المواضيع، ما راهوش في واش رانا نقدموا لهذا الجمهور، راه المشكل الهمزه توصل بين الجمهور والمسرح ما كانش. يعني كان اليوم كان جدار، لو نكسروا هذاك الجدار ونديروا همزه وصل، يعني الهمزه توصل بين الجمهور والمسرح هو الاعلام. مناسبة رمضان نحيي كل الشعب الجزائري والجالية الجزائرية في الخارج، كل رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير.